طبعا معي جهاز ايفون هنا بلا شاحن. ايش اسوي؟ انا بلا شاحن. طبعا انا خبرتي بالترانزستورات وبالكهرباء خفيف، عارف المقاومات والتيار المرادف والتيار المهم، واليوتيوب يعلم. اليمنيين والله لما يستخدموا عقولهم يمشي. طيب قلت ايش عشان اركب في تواصيل اخترعوا، كيف الصين اخترعوا تواصيل ونحن لا؟ طلعت براسي فكرة، طبعا خزنت، طلعت براسي فكرة اللي هي هذه. الايفون شوف فيه 8 مقاومات، لكن في 4 بالدخلة، في 4. طيب انا داري انه في منهم الايونات الموجبة والايونات السالبة. طيب 2 والبقية يسمونهم اوفرلود، هذا نحن درسناه بالكهرباء. اوفرلود هذا الخارج. طيب قلت كون خبرتي بالكهرباء في شاحن نوكيا اللي يذكروا هذا، دام اننا ما بقدرش ادخله حق البطارية، تعرفوا ولا لا؟ دام انه بيدخلش معي الشاحن، ليش ما ادخلش الايونات الموجبة؟ يعني بشرح لكم من هنا. هذا الموجب في ادخله داخل الموجب الداخل، والداخل عمل فاصل بينهم اللي هي شريحتين وادخله. يعني كون خبرتي بالميكانيكا الكمبة ونسبية حق اينشتاين ده، واليوتيوب علم. شوفوا الاختراع. الانسان لما يستخدم عقله، مش الصين بس، والله المبدعين موجودين في كل مكان. شوفوا ركزوا الان، بنعمل تجربة قدام عينكم. طيب الان بنحاول ندخله الموجب بالسالب والسالب بالموجب. طبعا اول ما يصير احمر واخضر هكذا اعرفون انه اشتبك صح. لو صار لون لا تشبكوه، لو كذا يعني الامور طيبه. شوفوا الان بنبدا بنشغله قدام عيونكم، ارويكم من اليمنيين احسن. بيطلع صوت، الان بيطلع صوت. شوفوا الان بيشتحن، امور طيب. ها يا شباب، اللي معه شاحن بالله يجيب لي ولو في شاشه اللي معه شاشه يبلغنا.